حاجة اكتشفتها، حاجة مهمة جدا، وهتريحك وهتريحني وهتريح كل الناس. بالنسبة للصراعات اللي جوه الناس عشان النجاح والطموح، انه عايز في قطاع معين من قطاعات الدولة مثلا او كده عايز يمسك منصب معين، او في شركة معينة او في اي حاجة عايز يمسك منصب معين، عايز يكبر. ربنا سبحانه وتعالى مكتوب، ربنا سبحانه وتعالى كاتب ان شخص فلان هيمسك حتة معينة. هي ربنا بيمكن الناس في ملكه من الارض. ملك ربنا سبحانه وتعالى في الارض، ربنا هو اللي بيمكنه، هو اللي بيرزق حد معين انه يكون في المنصب ده. قد تكون انت تشوف الراجل ده تقول ما يصلحش المنصب ده، ده واسطة، ده جاي كده، ده ما يفهمش. بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اذن ان يكون الراجل ده موجود في الحتة دي، وده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. ومش معتمدة بس على الشطارة. ممكن تلاقي 20 واحد شاطر قدامك، منهم واحد هو اللي في المنصب ده، وهو كمان شاطر، مش بالضرورة يكون وحش، او بالضرورة مش بالضرورة ما يكونش شاطر، لا هو كمان شاطر، بس في 50 واحد زيه شطار. بس سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار حد معين انه يمسك الحتة دي. فكل حاجة مكتوبة وكل حاجة بتمشي بأمر ربنا سبحانه وتعالى، مش بتمشي بأمر حد كبير معاك او بأمر شخص او كده، لا كل ده اسباب، كل ده اسباب. لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمكن الناس من ملكه في الارض. فسيبها على الله، سيبها على الله، وما تحطش في نفسك وما تخافش قوي من اللي جاي. اللي جاي بإيد ربنا سبحانه وتعالى. طب انا بقول الكلام ده لمين؟ بقوله لنفسي وبقوله لكل الناس، بنفكر بعض بيه. اللي انت ربنا كاتبه لك ان شاء الله هتشوفه، ما تحرقش في نفسك بقى، انسى بقى، انسى انسى.